يبي له طبخه هني بالحوش بهذا الجدر. اول سلقه وراح ابدل الماي. شوفوا ما شاء الله لون اللحم ابيض ولا في نقطه اصفر. احلى ذبيحه من مواشي ابو علي. وحطيت لكم الرقم نص ربع كامل النعيمي. عندهم التيوس نص ربع، وعندهم اللي قلت لكم عليه نص ربع. هذا الرقم وعلى كيفكم. شوفوا راح اراويكم، انا راويتكم قبله وبراويكم بعد الطبخ تشوفون اللحم شلون. واول سلقه شوفوا ما شاء الله نظافه اللحم ولون. شوفوا ترى طبخ ها، تشوفون يصير تشيلون بس هذا الرخوه او تبدلون الماي. انتم متعودين علي ان انا احب ابدل الماي. ولون اللحم اللي ينن كالعاده البهارات الصحيحه. وهذا اللحم شوفوا نحطه اول شيء تحطون الفخذ. ليش؟ علشان الفخذ يبي له وقت على ما ينطبخ. نقدر نشيل بعدين. شوفوا نقدر نشيل الكتف اول ما يستوي بكل سهوله. يعني الاشياء اللي ما تطبخ يبي لها وقت نحطها. ما شاء الله تعالي بالاسكت ما خذ وقت بالطبخ. انتم معاي حسبوها ساعه ونص، لا ويمكن بعد اقل. الحين شوفوا اللحم، شوفوا اللحم، شوفوا ما شاء الله. شو اقول لكم عن الريحه؟ شوفوا بس بهارات صحيحه. لما اقول لكم انا مستمتعه اصور شيء يفتح النفس. هذه الذبايح اللي متعوب عليها. شوفوا الكبده ايش زينها. نسويها الحين. شوفوا الكبده اللون اللي ينن. شوفوا ما شاء الله. لما قلت لكم انا وايد مستانسه اني اصور هذا الشغل النظيف. الذبيحه ساعه ونص فقط، تخيلتوا؟ ما توقعت اصلا. الريحه لا هو من ريحه اللحم لا هو من ريحه الكبده. يعني من هذا دليل شنو؟ الاكل الصح اللي بدون مواد. شوفوا زينها. اخر شيء حطيت دبس الرمان. هذا الجبل طبعا. شوفوا ولونها. لازم عاد معاكم اكل واحده واوديها حق اللي داخل ياكلون. الحين راح اشيل اللحم. شوفوا التقطيع طبعا اللي انتم تبونه. تدرون ليش انا اخترت هاليوم اللي اصور لهم فيه؟ تدرون ليش؟ ان اليوم لما انا اطبخ ذيك الذبيحه تشوفون عدل قبله وبعده. شوفوا ما شاء الله ما يحتاج. شوفوا لون اللحم اللي ينن. الكبده ايش صار فيها نوره؟ هجوم ها؟ ما شاء الله عليكم بالعافيه. يبين ترى الشغل النظيف يبين. شوفوا تعالي قربي مع الجبل اليوم اخر دلع وبالفرن. والحين اسوي معاكم العيش بس ابي اراويكم الشغل اللي يفتح النفس. الحين عاد بسوي العيش. شوفوا يلا مع بعض. ما حطيت شوفوا لان انا عندي الجبل مال اللحم حطيت نقطة زيت زيتون فقط. شفتوا هذه؟ انا الحين حاطة شوية من بهاراتي اللي سويتها. تصدقون ان اللون شوفوا اللون صار ينن. شو اقول لكم عن الريحة؟ شوفوا الحين بحط بالعيش
وبشوف. شوفوا مغامج، وهذا اللون الصح. ما شوفوا لون الماي شلون نظيف. شوفوا اليوم العيش البهارات، شوفوا المشكله اللي سويتها، شوفوا اللون ينن، ترى حطيت بعد زياده كثر ما اللحم نظيف، الماي ما يتغير لونه. يلا والحين مع اجمل لقطه، شوفوا اللحم وتحميره اللحم، واحلى عين واحلى مجبوس. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. اليوم غدانا برعاية أبو علي للمواشي. شوفوا وهو حشو وهو لحم نظيف طيب. يلا شوفوا حبة العيش، شوفوا حبة العيش، شوفوا وراويكم حبة العيش. لا وحطيت شوفوا نقطة زيت زيتون، لأن عندي باللحم الجفل ما شاء الله الذبيحة حجمها ينن وشنو وفيها شحم. شوفون العيش، شيل الفلفل وجمال العيش. لحظة خلنا أقول لكم النقطة هذه، شوفوا العيش ما شاء الله بروحه يتفجج تبارك الرحمن، متفجج وجاهز اصلا. شوفوا هذه ذبايحنا الحلوه برعايه ابو علي للمواشي، شوفوها ما شاء الله. هذا غدانا اليوم برعايه ابو علي للمواشي، ذبيحه محل نعيمي ما شاء الله تبارك الرحمن، ذبيحه مكفوله. شوفوا اللون اللي ينن، شوفوا اللحم، وما خذ معاي وقت بالطبخ، ساعة ونص تخيلوا. شوفوا خلوني اراويكم هني بس لانه حار. شوفوا اللحم يلقلق، زبدة مكفولة تينن نظيفة. شوف يعني شو اقول لكم، شغل متعوب عليه. العيش براويكم العيش ما يحتاج. شوف اللحم وهو طعم. شوفوا أذن العصر، وش اقول وش احكي، روعة. الله يعطيكم العافية. حطيت لكم الرقم والانستغرام واعتمدوه على طول.